هو غلط نضرب الحيوانات اللي في الشارع؟ طبعا غلط. الحيوانات دولت كائنات ربنا خالقها، لازم نحافظ عليها. انا هحكي لك حكايه. كان في طفله جميله قوي وطيبه اسمها مريم. الطفله دي كانت جايه من المدرسه، وهي ماشيه سمعت صوت كلب عمال يعيط، بيهوى بس كانه بيعيط. بتبص عليه لقت ملفوف على رجله سلك، السلك ده معور رجليه خالص. جت تقرب منه علشان تفك السلك، هو خاف وكش كده بعيد عنها. راحت مطلعه السندوتش من الشنطه وراحت مدياله لقمه وطبطبت عليه فاطمن ليها. بعد ما ادته اللقمه دي سابها ان هي تلمسه، راحت فكه السلك من على رجله، وطبعا رجليه مجروحه، فهي صعب عليها قوي، فراحت شايلاه وواخداه معاها البيت. اول ما راحت البيت جابت له اكل وجابت له شرب، وبعدين قعدت تحط له حاجات على رجليه وربطتها له علشان تخف. الكلب بقى مبسوط قوي وفرحان بان هو قاعد معاها في البيت. فالكلب ده بيعرف، يعني دايما يقولك الكلب وفي، بيعرف اللي صاحبه بيعمله ويصنه الجميل. فمرت الأيام، أخو مريم كان بيلعب بالكورة وراح واقع في قلب حفرة كبيرة في الشارع، فقعد يصرخ الطفل، قعد يصرخ، فكل الناس ملمومة مش عارفين يعملوا ايه. راح الكلب بقى ده راح جاي بسرعة ناطط جوه الحفرة، وراح ماسك القميص بتاع الولد الصغير وفضل يشد فيه لغاية ما طلعه من جوه الحفرة خالص. فطبعا الناس بقت فرحانة قوي باللي عمله الكلب، والكلب كده أثبت لمريم وأثبت للناس اللي موجودين إن هو بيصون المعروف، يعني اللي هي عملته معاه وإن هي شالته السلك اللي كان على رجله وخففت له رجله، هو كمان لما لقى